بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. إنجيل هذا الصباح المبارك يا أحبة الرب جزء من إصحاح 14 من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، والأعداد من 16 ل 24. رب البيت صنع وليمة عظيمة جدا كلنا مدعوين ليها. صنع وليمة عظيمة، بس من فضلك وقف عند كلمة عظيمة. لما رب البيت إلهنا وربنا يسوع يقول صنع وليمة عظيمة، تبقى حاجة ما تخطرش على بال حد، ما تخطرش على بال إنسان. ودعا ليها كل الناس وقال لهم يعني تعالوا اشتركوا معايا وتمتعوا بالوليمة ديت. طرق باب مين؟ طرق باب الناس. اعتذارات الناس كانت عبارة عن ايه؟ 3 اعتذارات. الاعتذار الاولاني، واحد قال له انا اشتريت حقل، والحقل في الكتاب المقدس يرمز إلى العمل. يعني تقول لي واحد ما بنشوفكش ليه، تعالى كيس، أقول لك وأنا فاضي؟ مش فاضي، مشغول، عندي شغل، أنا بيزي على طول من شغل لشغل. بدل ما تقول لي قول لي الله يعينك، طب الله يعينك، طب والوليمة، طب والأبدية، طب والسماء، معلش ساعة الله يعين الله، خلاص مش حكاية. قال له أسألك أن تعفيني من الوليمة العظيمة. مش مهم عشان مشغول مشغول مشغول. مع ان اللي بيحط الوليمة العظيمة الأولوية حتى اللي هو مشغول هتلاقي ربنا بارك له بقى، بس ما انتش مشغول بالأبدية. عنده شغل بيجمع فلوس وفي مال، وفجأة تخلص حياته، هيدور رايح فين؟ هل يستمتع بالوليمة العظيمة؟ ملوش مكان. ما انت قررت قلت اعفيني، انا مش عايز. بس خلي بالك كلمة اعفيني من الوليمة العظيمة معناها اعفيني من الأبدية. مش عايز اروح أبدية، انت حر، يعني مش عايز اروح السماء، مش فاضي. التاني، الاعتذار التاني اللي هو قال له انا اشتريت 5 أزواج بقر وانا ماضي لامتحنها. والبقر في الكتاب المقدس يرمز للشهوة. انا مشغول بشهوتي ومشغول بضعفاتي ومشغول باستمتاعاتي. يعني عارفين لما المثل بتاع الزارع، لما المسيح قال انه في حاجة بتخنق الكلمة، قال ايه؟ قال غرور الغنى وشهوات سائر الاشياء اللي هي دي. عنده شهوات كتير، استمتاعه مش في الوليمة العظيمة. اللي ما يستمتعش بالوليمة هنا مش هيروح هناك. ما قال له أسألك أن تعفيني، عندي شهوات تانية، عندي فسح وعندي أنشطة وعندي حاجات كتير، شهوات كثيرة بتديني إغراءات، فأسألك أن تعفيني. كلمة أسألك أن تعفيني شكرا، مش عايز السماء. تقرير رهيب. التالت هو بقى اللي كان صدمة. الاعتذار التالت ده اللي كان صدمة. قال له أنا اتجوزت. مش مسألة الجواز في حد ذاته، بقى مشغول بالبيت وبالزوجة وبالولاد. المدام حامل، وبعدين المدام خلفت، وبعدين عملنا أسبوع، وبعدين عملنا الولد، وبعدين عندنا مشغولية رهيبة، هندخل ولد أهني مدرسة، وبعدين مشغول، وبعدين الولد بنعمله اكتيفيتيز كتير، ولا هم بيجوا ولا العيال بيجوا، مشغول بالاكتيفيتيز. ما تيجوا مدارس الأحد، أصل ده وقت الباسكت، وده ماشي أوكي، والواد تفوق والواد داخل الكلية وأنا مشغولين معاه، وبعدين الواد عايز يخطب، الواد عايز يتجوز، واحتياجات بقى جواز، وبعدين نتجوزه. طب هم ما خلفوش لسه ليه؟
وانت قاعد بقالك 30 40 سنة الجواز. مش مهم. لأن احنا عايزين نعمل أسرة، والأسرة تكبر، والأسرة تبقى عيلة، والعيلة تبقى عيلة. وفجأة يجي الوقت ما عملتش حاجة. 3 اعتذارات، وال3 اعتذارات دولت هم أشهر 3 اعتذارات، بل أقدر أقول لك هم دولت اللي موجودين: الشغل، الشهوات، الظروف الاجتماعية. وال3 قالوا له اعفينا، كأن آخرتنا الأرض. مهم. المسيح طيب عمل ايه؟ قال للعبيد طب خلاص روحوا ندهوا الناس كلها. ندهوا الناس. مين بقى الناس؟ طلعوا الجدع والعرج والضعفاء والمساكين والعمي. ايه دولت؟ دول المحتاجين. انا محتاجك يا رب، محتاج سندتك، محتاج معونتك، انا محتاج ادوقك، محتاج افرح بيك، انا محتاجك. هم دول ياخدوا العشاء، هم دول بيدوقوا الوليمة العظيمة، اللي هم بيعلنوا احتياجهم. الأعمى يفتح، والضعيف يتقوى، والمسكين يعيش بعيشة هنية. لأن اللي فاتوا كانوا معتمدين على شغلهم وعلى اجتماعياتهم وعلى شهواتهم، وقالوا لا احنا مش محتاجين السماء. الضعفاء دول كده يعني، دول اللي راحوا. في كلمة بقى في الجزء ده أنا بتعجبني قوي قوي قوي، تدي رجاء. تدي رجاء. قول إيه؟ قال له يا سيد قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان، في مكان لسه فاضي. فقال السيد للعبد اخرج إلى الطرقات والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. يوجد أيضا مكان. يقصد بيها مين؟ لمين؟ بيقول لنا احنا على فكرة لسه في مكان. بيدي رجاء لكل واحد لسه ما قالوش أنا عاوز أدخل معاك السماء. في رجاء لكل واحد كان زمان معتمد على شغله أو على شهوته أو على بيته، ويقول له في مكان، يلا تعالى اكسب الوقت، يلا يوجد مكان. وقال للعبيد روحوا الزموهم. كلمة الزمهم يعني تحايل عليهم، تعالى ما تفوتش الفرصة. دعوة الله لينا النهاردة يقول لك يوجد مكان. ليك مكان، ليك مكان، ليك مكان في الوليمة العظيمة. ما تفوتش الفرصة، ما تفوتش الفرصة. قول له يا رب النهاردة أنا جاي بسلمك كل حياتي والعمل وشهوتي واجتماعياتي، وهلتصق بيك. قال كده يوجد مكان. إياك تبقى واقف على نقطة إنه لا اعفيني. لو استمرت على كلمة اعفيني هيبقى في الآخر خالص إن ليس واحد من أولئك اللي هم رفضوا يذوق عشائي، بتحرم السماء. لو تنتك رافض للنهاية مالكش دوقة في العشاء. لكن إن قبلته النهاردة في القداس وإن سلمت له كل حاجة، قلت له يا رب أنا جاي بسلمك كل حاجة وعيني على السماء، نفسي أدخل السماء، يوجد ليك مكان. الله يخلينا النهاردة إن احنا عينينا تتفتح على السماء. هي اللي باقية، هي اللي باقية. أعيش، اطمح، اجتهد. الكتاب بيقول لك أفكار مجتهد إنما الخصب. إنما عينك على السماء وقلبك على السماء، والسماء بقت قريبة قوي قوي. ما تحرمش نفسك من السماء. قل له نفسي أستمتع وأذوق عشائك. واللي يدوق هنا ويستمتع هنا له مكان في السماء. ولإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.